طول عمر الأوزان الخفيفة في اليو اف سي كانت بتقدم لنا أقوى فايتات في تاريخها، وعشان الأوزان الخفيفة مش معتمدة على القوة بشكل كبير ومعتمدة على التكنيك، فبجد لما بنشوف فايتات الميزان الخفيف كنا بنشوف الفن في الفنون القتالية المختلطة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة لو ما تعرفش اتفرج. الموازين الخفيفة في اليو اف سي قدمت لنا مقاتلين بجد أقل ما يقال عليهم إن هم فنانين. مقاتلين زي ألكسندر فولكانوفسكي، إيليا توبوريا، ماكس هولوي، وكونر ماجريجر. احب اقول لك معلومه يمكن انت ما تعرفهاش، ان اليو اف سي لحد 2010 كان اقل ميزان فيها هو ميزان ال70 كيلو، فما كانش فيه ميزان لا 66 ولا 60 ولا 56 كيلو. الموازين دي كلها كانت موجوده في منظمه تانية غير اليو اف سي، منظمه اسمها الدبليو اي سي، لكن اليو اف سي اشترت الدبليو اي سي بكل موازينها وعقود الفايترز بتوعها كلهم بما فيهم ابطال الموازين دي. والصفقة دي تمت في آخر 2010، وشفنا أول ماتشات للموازين دي في يناير 2011. وبعد ما الصفقة دي تمت ابتدينا نشوف في اليو اف سي فايترز بجد أسطوريين، زي بطل ال 135 باوند أو ال 60 كيلو دومينيك كروز، وبطل ال 56 كيلو الفلاي ويت ديمتريوس جونسون. ومن أحسن وأبرز الفايترز اللي انضموا وبقوا بيلعبوا تحت مظلة اليو اف سي، وهو الفايتر اللي أنا عايز أتكلم عليه النهاردة، بطل ال 145 باوند أو ال 66 كيلو الأسطورة جوزيه ألدو جونيور. جوزيه ألدو في عزه أو في البرايم بتاعه أقل حاجة كانت بتتقال عليه إن هو سفاح. جوزيه ألدو أصلا كان بطل عالم في الجوجيتسو، لكن طريقة لعبه كانت أبعد ما يكون عن الجوجيتسو، لأن الموي تاي بتاعه كان قوي جدا. كان بيلعب بطريقة كانت بتتسمى زمان سبرول اند برول، بمعنى إن هو بيعرف يدافع عن التيك داونز كويس قوي، محدش كان بيعرف يوقعه على الأرض، وكان بيجبر خصومه ان هم يلعبوا بطريقته على الواقف، فكان حرفيا بيدمرهم بالموي تاي بتاعه. واشهر سلاح عنده كان الليج كيك. جوزي ألدو مسيرته كبطل ابتدت في نوفمبر 2009 لما خد حزام ال 66 كيلو بتاع الدبليو اي سي من مقاتل اسمه مايك براون، وكان ساعتها جوزي ألدو عنده 23 سنة بس. بعدين مع الصفقة اللي تمت ما بين اليو اف سي والدبليو اي سي، جوزي ألدو في نوفمبر 2010 اتوج بطل ال 66 كيلو لليو اف سي. حب اقول لك ان جوزي ألدو اكتر واحد احتفظ باللقب في ميزان ال 66 كيلو في التاريخ، 7 دفاعات متتالية عن الحزام، 5 سنين محدش عارف ياخد منه الحزام، من 2010 لحد 2015 لما خسر الحزام قصاد كونر ماجريجر في الفايت الشهير اللي كلنا عارفينه. جوزي ألدو في تاريخه عنده فايتات وأداءات كتير جدا قوية، لكن النهاردة أنا هتكلم على فايت محدد، وهو الفايت ما بين جوزيه ألدو وتشاد مينديز 1. قبل ما اتكلم على الفايت هتكلم بمنتهى الاختصار على مين هو تشاد مينديز. تشاد مينديز في ميزان ال 66 كيلو كان من أقوى المنافسين على اللقب، مصارع جبار والسترايكنج بتاعه كان قوي جدا. ستايله كان بيتميز بالقوة الانفجارية والسرعة والتكنيك الرائع. تشاد مينديز كان بيتمرن في تيم اسمه ألفا ميل، والفريق ده كان من اقوى الفرق اللي مطلعه لعيبه في الاوزان الخفيفه. وتيم الفا ميل كان عنده خبره بجوزي ألدو، لان قائد تيم الفا ميل وهو يورايا فيبر لاعب جوزي ألدو على الحزام قبل كده في منظمه الدبليو اي سي. والفايت ما بين جوزي ألدو ويورايا فيبر كان مثال لازاي البطل بيدمر المنافس بتاعه. جوزي ألدو في الفايت ده استخدم اقوى سلاح عنده وهو الليج كيكس، ضرب يورايا فيبر اكتر من 30 ليج كيك على مدار 5 راوندز، لدرجه ان يورايا فيبر ما كانش عارف يمشي في وسط الفايت. والماتش ساعتها خلص باجماع قرار الحكام، لكن يورايا فيبر باعترافه بعد كده هو قعد اسبوعين في السرير مش عارف يمشي. وبجد لما جابوا الكاميرا في اخر الفايت على رجل يورايا فيبر هو بجد منظر مرعب. فتيم الفا ميل قبل الفايت ما بين جوزي ألدو وتشاد مينديز كانوا عارفين ازاي يلعبوا بخطه محكمه ضد جوزي ألدو، لكن جوزي ألدو في الفايت مع تشاد مينديز كان ليه كلام تاني. اولا الفايت ما بين جوزي ألدو وتشاد مينديز 1 كان الحدث الرئيسي ليو اف سي 142 اللي اتلعبت في يناير 2012 في ريو دي جانيرو في البرازيل في بلد جوزي ألدو. فجوزي ألدو كان داخل الفايت ده بدعم كبير جدا. ونبدا راوند 1. من اول 30 ثانيه نلاحظ ان تشاد مينديز داخل ضاغط على جوزي ألدو، وداخل بيستخدم سلاح جوزي ألدو ضده. تشاد مينديز بيتحرك بسرعه، جوزي ألدو بيحاول يشوف تشاد مينديز هيلعب ازاي. تشاد مينديز يقوم ضربه انسايد ليج كيك وبعدين يقف ويتحرك، بعدين تشاد مينديز يضرب جوزي ألدو انسايد ليج كيك تاني، وبعدين يضربه انسايد ليج كيك تالتة، وبعدها ب5 ثواني او 10 ثواني تشاد مينديز يضرب جوزي ألدو ليج كيك تفقد جوزي ألدو توازنه شويه، لكن جوزي ألدو يقوم رادد له الليج كيك في ثانيه
وبجد تحس ان هي اثرت على تشاد مندز. بعدها ب 10 15 ثانيه جوزي الدو يحاول يضرب تشاد مندز لك كيك تانيه، لكن تشاد مندز يرفع رجله ويدافع عن اللك كيك. بعدها تشاد مندز يرد الضربه لجوزي الدو بانسايد لك كيك تانيه. بعد ما تعدي دقيقه جوزي الدو بيحاول يضرب تشاد مندز ليفت هوك، لكن تشاد مندز يقفل مسافته بسرعه جدا ويخش يحاول يعمل تيك داون لجوزي الدو، لكن جوزي الدو التيك داون ديفنس بتاعه جبار، وجوزي الدو يعرف ان هو يدافع عن التيك داون ويقفوا سترايكنج تاني. جوزي الدو وتشاد مندز كل واحد فيهم بيحاول ان هو يلاقي دخله للتاني. بعدها تقريبا ب 10 15 ثانيه جوزي الدو يقوم ضارب تشاد مندز لك كيك تانيه. بعدها على طول تشاد مندز يحاول ان هو يقفل مسافته ويضرب ستريت في ابر كات، لكن جوزي الدو بيبعد عنه ويقيس مسافته كويس جدا. بعدها على طول تشاد مندز يضرب جوزي الدو انسايد لك كيك تلبس سنه تحت الحزام، فيجي الحكم ان هو يوقف الفايت، لكن جوزي الدو يقول له لا تمام خلينا نكمل. بعدها ب 10 ثواني تقريبا جوزي الدو يقفل مسافته بسرعه جدا، يضرب تشاد مندز ابر كات، بعدها يطلع بليفت هوك، لكن تشاد مندز ينزل من تحت الليفت هوك ويحاول ان هو يعمل تيك داون لجوزي الدو، والمره دي هو مسك رجل جوزي الدو فعلا وما كانش بعيد ان هو يوقع جوزي الدو، لكن جوزي الدو التيك داون ديفنس بتاعه جبار ويعرف ان هو يدافع عن التيك داون للمره الثانيه. اول ما يفصلوا مسافتهم تحس ان تشاد مندز ابتدى يفقد الامل شويه، لكن ما بيستسلمش. تشاد مندز يقفل مسافته بسرعه ويضرب جوزي الدو بادي شوت. تعدي دقيقه تقريبا ونفس الحاجه بتحصل، الاتنين واقفين قدام بعض. جوزي الدو بيحاول يضرب تشاد مندز لك كيكس، لكن تشاد مندز بيدافع عن اللك كيكس كويس جدا. بعدها بشويه جوزي الدو يحاول يضرب تشاد مندز ابر كات، ونفس الحاجه تشاد مندز ينزل من تحت البانش ويخش تيك داون ويقفل مسافته على جوزي الدو في محاوله ان هو ينزله على الارض، لكن برضه جوزي الدو التيك داون ديفنس بتاعه جبار ويدافع عن التيك داون للمره الثالثه. وكده تقريبا يبقى فاضل دقيقه على راوند 1 انها تخلص. بعدها جوزي الدو يقفل مسافته على تشاد مندز بكومبو من الكومبوز الشهيره بتاعته جدا اللي هي بادي شوت بعد كده لك كيك، لكن تشاد مندز يظبط توقيت التيك داون في اللحظه دي وينزل يمسك جوزي الدو وينزله على الارض، لكن جوزي الدو يقوم في ثانيه، يوم تشاد مندز واخد ظهر جوزي الدو وزقه على الكيج، وتشاد مندز يسيطر على جوزي الدو في الكيج، وبعدها يحاول ان هو يشيله وينزله على الارض، لكن جوزي الدو يعمل حركه ما هياش قانونيه ويمسك في الكيج، لكن الحكم بيدي انذار شفوي من غير ما يوقف الفايت لجوزي الدو، يقول له لو عملت كده انا هخصم منك نقطه. يقوم تشاد مندز شايل جوزي الدو تاني وينزله على الارض، لكن جوزي الدو ما ينزلش على ظهره. يوم جوزي الدو قايم، لكن تشاد مندز مسيطر لسه على ظهر جوزي الدو ويحطه تاني على الكيج. فاضل 30 ثانيه على الراوند وتشاد مندز لسه مسيطر على ظهر جوزي الدو وعمال يضربه نيز. جوزي الدو عمال يحاول يفك ايدين تشاد مندز عشان يحاول يطلع من الكلينش ده، لكن تشاد مندز قافل كويس جدا. فاضل 10 ثواني على الراوند وتشاد مندز بيحاول بكل قوته ان هو يوقع جوزي الدو على الارض، لكن جوزي الدو بيدافع كويس جدا. وفجاه جوزي الدو يفاجئ الكل. جوزي الدو يفك ايد تشاد مندز اليمين، وبعد كده فجاه يلف وبمنتهى السرعه والقوه الانفجاريه يضرب تشاد مندز. الناس كلها فرحانه ومش مصدقه الاداء القوي لجوزي الدو في الفايت ده، وجوزي الدو يفوز بنوك اوت من احلى النوك اوتس اللي ممكن تشوفها في حياتك. and still UFC featherweight champion جوزي الدو جونيور. جوزي الدو بعد الفايت ده كان عنده دفاعات كتير قوي عن اللقب وفايتات كتير جدا قويه، لكن هو مثال للبطل اللي ما بيستسلمش. حتى بعد ما خسر الحزام بتاعه قصاد كونر ماجريجر في 2015 هو عارف ان هو ياخد اللقب تاني، بعدين خسره من ماكس هولوي، لكن هو حبه للقتال وحبه للفايت خلاه يكمل بعد الخسارات دي لفتره طويله، وفضل يلعب لحد ما اعتزل بشكل رسمي في اكتوبر 2025. فلازم نقدر ونحيي عبقريه وقوه اسطوره ال 66 كيلو جوزي الدو جونيور. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة لو ما تعرفش اتفرج. سلام.